غير ذي يمشع لكم من شعر قيف الأصيل من آلاف القصايد ذي بمشع لكم واحدة ما لكم ومال شعراء الهردبيش حق هذا الأيام، لأن به شعر وبه شعير كما قالت العرب قديما: من لم يعشق الخير ويتذوق الشعر ففي عروبته نظر. كلام عصبوا عليه. فصليتوا على النبي. وهذا القصيدة المنسحي بدعو جواب أرسلها للخشل قال فيها: أبدع بذي لا إله إلا هو مهيئ السارحة والماوية، وآمنت بالنح على العرش استوى لا ريب يا أهل العقول الغاوية، توبوا إلى الله وتحاكوا سوا تنالوا الرحمة الرباوية. بأي آلات يقتاد الغوا فراعنة مصر والنصراوية، القوم دي صابحت بعد القوى كأنها أعجاز نخل خاوية، وش هيض الجاذبية والهوى إلا نواياهم المأساوية. يا أيها الناس ذي ما قد نوى يزاور الكعبة المكاوية، الباب مفتوح للداء والدواء قد لا تموت العرب متساوية. برببوه يا أيها الناس ذي ما قد نوى يزاور الكعبة المكاوية، الباب مفتوح للداء والدواء قد لا تموت العرب متساوية. والساعة سير من عندي ضواء الساعة 4 عصراوية، لا تمسي إلا مساذيب اللواء. وصاحب الجرماوية ذي سبقها ذي صلحيث الروا كأنها قاذفة برماوية، لا فضت